هاي ويلكم تو ماي نيو فيديو النهارده هعمل لكم فيه ريفيو عن كل حاجه الشعر اللي انا استخدمتها من سنين لحد دلوقتي. كل حاجه الشعر دلوقتي ما بقاش سعرها رخيص خالص، بالذات لو انتوا كيرلي هير زيي. فحبيت ان انا اعمل فيديو ده علشان لو في اي برودكت من الحاجات اللي انا هقولها النهارده مش كويسه او ما جابتش معايا نتيجه، على اللي انتوا تكونوا عارفين ده قبل ما تشتروها. اول حاجه احنا هنقسمهم لسكشنز. اول سكشن فيه هيكون الشامبوز، تاني سكشن هيكون الكونديشنر، تالت سكشن هيكون الهير ماسكس، رابع سكشن هيكون الليف ان او الكريمز اللي احنا بنحطها على شعرنا. خلينا نبتدي اول حاجه بالشامبو. هقول لكم على اكتر شامبو في الحاجات اللي انا هكلمكم فيها النهارده عجبني، وهو الشامبو ده من كلاري. قبل ما نبتدي في اي حاجه ليها علاقه بالشامبوز، عايزه اقول لكم ان كل الشامبوز دي سولفيت فري وسيليكون فري وبارابين فري. كل حاجه ممكن ان هي تضر الشعر مش موجوده في الشامبوز دي، لكن مش هقدر ان انا اكذب عليكم واقول لكم ان انا مش بستخدم غير الشامبوز دي. لكن للاسف لحد دلوقتي مفيش اي لوكال براند على الاقل انا اعرفها عملت اي شامبو يكون فيه نسبه سولفيت. انا الصراحه بستخدم نوع لكن مش هقدر ان انا اقول لكم عليه لانه هو تبع البويكات. اول واحد فيهم هو كلاري. انا اكتر حاجه بتفرق معايا في الشامبو غير ان هو ينظف الشعر هو ان هو ما يسيبش الشعر ناشف قوي، لان دي اكتر حاجه بصراحه بتضايقني. ان انا لما اجي اغسل شعري بالشامبو عاده انا بحط الشامبو بس على فروه الراس، الشعر نفسه مش بجيب عليه شامبو لان اوريدي لما انا باجي اغسله هو بيتنضف لوحده. الشامبو ده لما جيت استخدمته ما سابش الشعر بعد لما اتنضف ان هو يكون ملمسه خشن قوي، لا خالص، كان الشعر بيكون عادي متنضف، وهو ده اللي احنا محتاجينه من الشامبو. عمري في حياتي ما جربت شامبو اسمه ان هو شامبو بيرطب الشعر، لا الصراحه انا بالنسبه لي كل الشامبوز اللي انا استخدمتها مفيش حاجه فيهم بترطب الشعر، لكن في حاجه بتخلي الشعر مش ناشف، وده واحد منهم ان هو بيخلي الشعر فعلا مش ناشف وحلو قوي. تاني شامبو، وزي ما انتوا شايفين انا مش عارفه ان انا استخدمه اصلا، هو فاضل فيه لحد هنا ومش عارفه ان انا استخدمه حتى ان هو مطرب، لان هو فعلا عايزه اقول لكم هو جل، بس هو جل بس، يعني هو ده الحاجه الميزه الوحيده اللي فيه ان هو مش تقيل على الراس، لكن غير كده لا هو من بابلز اللي لونه اخضر، علشان في نوع تاني برضو لونه بينك هحط لكم صورته هنا، فعلا برضو ملوش لازمه زي ده بالظبط. الفرق الوحيد ريحتهم، واحد فيهم للاول هير تايبس وده اللي انا جايباه، والتاني برضو اللي كان عندي كان للشعر الجاف، والاتنين حقيقي ما بيعملوش اي حاجه، الاتنين بيسيبوا الشعر ناشف قوي، الاتنين بحس ان هم حتى مش بينضفوا الشعر زي كلاري لا كان بينضف الشعر شويه، مش زي الحاجات اللي فيها سلفيت، لكن ده ما بينضفش خالص. هو بصراحه بحطه على الشعر ما بيعملش اي نتيجه، فعلشان كده قلت ان انا اقول لكم، رغم ان هو بجد مكتوب فيه انجريدينتس تكون حلوه قوي للشعر زي زيت جوز الهند، اي نعم هو مش بيجي مع شعري بس هو فيه انجريدينتس حلوه، حتى فيه روزماري وفيه حاجات كويسه، بس حاسه الصراحه لا دي انجريدينتس مكتوبه لكن ما بيعملش اي حاجه خالص. الشامبو اللي بعد كده هو من الماركه دي بلس، لكن للاسف العلب مش معايا دلوقتي لان انا خلصتها ورميتها، لان انا كنت بستخدمها من سنين. انا عايزه اقول لكم الشامبو بتاع بلس اللي لونه ازرق اللي هو معمول عليه العلامه دي بالازرق، الشامبو ده انا فضلت استخدمه حوالي سنتين ورا بعض متواصل. انا عارفه ان ده غلط، لكن من كتر ما الشامبو بجد كان حلو قوي معايا فكنت بستخدمه وبكرره كتير قوي، كنتش بحس ان هو تقيل على الشعر. الازرق منه كان برضو بيسيب شعري عادي جدا، مش اللي هو خشن قوي او حاجه، لا خالص كان بيسيبه حلو قوي. كمان كنت بحس ان انا لما باجي اسلكه كده تحت الميه بعد لما بغسل بيه الشامبو ده كان برضو بيبقى كويس قوي. لكن النوع اللي من بلس واللي بجد ما انصحش اي حد ان هو يجربه خالص كان النوع التاني اللي هو لونه شبه البيربل كده شويه، برضه هسيب لكم صورته. النوع ده بالنسبه لي انا كان صعب جدا، كان وحش قوي، كان ريحته صعبه كمان قوي. انا من الناس اللي بتهتم جدا بالسنس اللي موجوده في اي حاجه بتستخدمها، لان انا بحب ان انا لما اجي اخد شاور احس ان انا ريحتي حلوه، يعني بحس ان انا خدت شاور، مش اللي هو حاجه حتى ما تكونش ليها ريحه او كده، لا الصراحه الموضوع ده بيضايقني قوي. فهو السنت بتاعته مش حلوه، السنت بتاعته كانت سويتي قوي وانا ده مش ذوقي الصراحه، بس غير السنت بتاعته علشان ممكن تكون ذوق حد تاني فهو نفسه مش بينظف كويس، عامل شبه الكريم كده اكتر. فهو فعلا حسيت ان انا بغسل شعري بيه كاني ما غسلتش شعري خالص، بعد ما بخرج مثلا تاني يوم على طول بحس لا فروه راسي لسه فيها دهون كده شويه، فكنت بضطر ان انا افضل اخد شاور كل شويه. كده كده باخد شاور لكن ما باخدش شعري كل يوم، لا باخده يوم بعد يوم وقت ما بروح الجيم. غير كده لا طبعا مش بغسل شعري كل يوم، هو كان بيضطرني ان انا اغسل شعري كل شويه.
شويه. فده بالنسبه لي كان من اوحش الشامبوز اللي انا استخدمتها فعلا. يعني بالترتيب كده بالنسبه لي احسن حاجه كلاري، بعد كده بليس الازرق، بعد كده يعني ده ما بيعملش حاجه، هو بيغسل الشعر بس على الاقل مش بيلزقه تاني يوم. فبالنسبه لي بعد كده ده، واخر حاجه خالص بليس اللونه بيربل. ندخل بقى على سكشن 2 هو الكونديشنر. بالنسبه لي كلاري ده مش هديله ولا ريت عالي قوي ولا ريت قليل قوي، هو بالنسبه لي ميديوم. هو بالنسبه لي مش اللي هو الحاجه اللي بتطر الشعر قوي، لكن في نفس الوقت برضو مش الحاجه اللي بتخلي الشعر ناشف وكاني ما حطيتش اي حاجه زي اللي بعديه. لا هو كويس، يعني مثلا اديله 7 من 10. لما باجي احطه على شعري بيكون الشعر مترطب حلو. كمان لما باجي اسلكه، علشان زي ما قلت لكم ان انا شعري كيرلي، فلما باجي اسلكه برضو بيتسلك معايا كويس، ما بيتلولوش كده على بعضيه وبيكون ناشف، لا خالص، هو بيكون ميديم حلو. اقدرش اقول لكم الصراحه ان انا هشتريه تاني. يعني انا بالنسبه لي لا، الشامبو ممكن اجربه تاني الصراحه، لان هو فعلا بالنسبه لي حلو وبيقضي الغرض يعني. لكن الكونديشنر مش حاسه ان انا عايزه اجربه تاني. ممكن اجرب انواع تانية وبقول لكم عليها، لكن النوع ده لا مش قوي. كلاري انا اديته 7 من 10، ده انا اديله 5 من 10 مثلا. هو بجد مش ميديم، هو اقل من الميديم، بس انا هديله 5 من 10 بس علشان السن بتاعته حلوه قوي. انا كنت بحس ان انا وانا باخد شاور بعد ما بحطه ان انا شعري حتى لو انا عادي منضفاه بشامبوز ريحتها حلوه وكده، لان زي ما قلت لكم ان انا بهتم جدا بالريحه، لكن ده بيخليني ان انا احس ان انا فعلا خدت شاور من ناحيه الريحه. لكن اقول ان هو بيرطب الشعر فلا خالص صراحه، رغم ان انا مسحاه. يعني ده بالنسبه لي لا غير خالص الشامبو بتاعهم، لا انا مسحاه لان هو بيسلك الشعر كويس. يعني وانا حطاه وبسيبه على شعري مثلا 5 minutes عقبال ما اخد شاور لجسمي، وبعدين بشطفه واسلك شعري، فبيبقى الشعر عادي بيتسلك كويس، مش بيتقطع ولا اي حاجه. لكن هل ليه تاثير بعد ما بخرج من الشاور؟ لا خالص. يعني كلاري ده 7 من 10 علشان انا لما بخرج من الشاور بحس ان لا شعري فيه اللمعه بتاعه الكونديشنر الحلوه اللي بيبقى مترطب ده. ما بتقعدش كتير لكن بتقعد، لكن ده ولا كاني بحط اي حاجه اول ما بخرج، ولا في لمعه ولا في اي حاجه، لكن جوه الشاور بيسلك الشعر كويس قوي. اخر 2 برودكتس هم برضو من بلس، لكن يعني انا فعلا مش عارفه اوريهم لكم ازاي، لان طبعا هم انا مسحاهم لدرجه اللي هو خلاص، يعني هو عباره عن تراب، حتى الغطا اللي من فوق ده مش لاقياه. ده كان ليف ان، لكن في نفس الوقت الشركه نفسها كانت قايله ان احنا ممكن نستخدمه ككونديشنر، ممكن ان احنا نحطه على شعرنا ويقعد معانا يعني، وبعد كده نسرح شعرنا عادي جوه الشاور ونغسله. بصوا النوع ده اللي هو العلبه الكبيره دي بصراحه كان تحفه. خلوا بالكم النوع ده مش النوع ده اللي هو كان بالشيا باتر. الشيا باتر ده كان تحفه، كان فعلا بيعمل هولد لشعري. خلوا بالكم برضو من موضوع الهولد ده، لان انا شعري اوريدي كيرلي، لكن لو حد شعره مش كيرلي قوي لا النوع ده مش هيعمل هولد معاه كويس ان هو يمسك الكيرلز كويس. ده ككونديشنر انا بتكلم دلوقتي عليه ككونديشنر، مش على انه هو ليف ان. كمان ككونديشنر هو فعلا كان بيرطب الشعر كويس قوي، كان برضو بيسلك الشعر حلو قوي، فعلا كان تحفه بالنسبه لي. اديله ده بالنسبه لي 9 من 10، ولاني فعلا استخدمته برضو اكتر من سنتين، كل ما يخلص اجيبه كل ما يخلص اجيبه. بعد كده كان في فتره كنت عايزه اشتريه وما لقيتهوش خالص، فرحت اشتريت ده لان ما كانش التاني موجود، وده كان اوحش قرار انا خدته في حياتي. عايزه اقول لكم بصوا انا مخلصاه مش هكدب عليكم، بس انا مخلصاه لان انا وقتها جبته وانا بدرس والفلوس اللي انا كنت بصرفها كان خلاص، يعني انا اوريدي لازم استخدم البرودكت ده. وقتها ما كنتش عارفه الضرر بتاعه الصراحه، لكن اول ما بدات اوصل لنصه كده بدات ان انا اعرف الضرر بتاعه. بيوقع الشعر بطريقه بشعه. اللي لونه اخضر اللي هو بالارجان اويل ممكن يكون نافع مع حد تاني، لكن انا شعري من انواع الشعر اللي البرودكتس فيه مش بتعمل التاثير الوحش ده قوي، غير فعلا لو البرودكت وحش. فبالنسبه لي ده كان ابشع حاجه انا جبتها واستخدمتها واصريت ان انا استخدمها، ان هو فعلا بيوقع الشعر جامد قوي. مش عارفه ليه، مع ان يعني المفروض الشيا باتر دي هي اللي بتكون تقيله على الراس، لكن لا خالص، ما كانش فيه حاجه حلوه غير ريحته كانت حلوه قوي، غير كده لا الصراحه كان وحش قوي. فده اديله بالنسبه لي بجد 3 من 10 بس علشان الريحه بتاعته. ده اديله زي ما قلت لكم 9 من 10.
ندخل بعد كده على سيكشن 3 وهو الهير ماسكس. الهير ماسك اول هير ماسك واشهر هير ماسك الناس كلها بتتكلم عليه هو كلاري. كلاري هير ماسك تقيل، من الحاجات اللي بتعمل المفروض ان هم بيقولوا ان هو بيعالج، هو تريتمنت اكتر من ما هو هير ماسك عادي. هل هو عمل كده معايا؟ لا خالص. اول ما بدات ان انا استخدمه لحد مثلا ما وصلت لنص العلبه وقبل نص العلبه بشويه كان فعلا جايب معايا نتيجه تحفه. حتى انا مش فاكره قوي بس اعتقد ان انا كنت قلت لكم الموضوع ده عليه في فيديو قبل كده، لكن مجرد ما بدات انزل واحده واحده كده لحد مثلا يعني خلاص انا فاضل معايا ربعه مش عايزه استخدمه علشان انا ناويه اشتري برودكت تاني، لكن بالنسبه لي اكتر حاجه حلوه فيه هي ريحته. لكن هل هو بيدي اي تاثير بعد كده؟ لا خالص. انا بحطه بحس انه لا زيه زي الكونديشنر بالنسبه لي. المفروض ان ده كريم اتقل، ده الكونسيستنسي بتاعته اعلى بكتير، لكن بالنسبه لي ده لا كريم اخف. بس هل بيعمل نتيجه؟ لا خالص. اديله الصراحه برضو 5/10 بس عشان ريحته وبس علشان جاب معايا نتيجه في الاول وكان فعلا شعري تحفه. بعد كده مش عارفه ايه الغلط، شعري اتعود عليه او ايه بصراحه ما اعرفش. في حاجات كويسه جدا، في ارجان اويل، اوليف اويل، كافيين، شيا باتر، ففعلا في انجريدينتس حلوه قوي بتفيد الشعر، بس ممكن هو ما يكونش جاب معايا النتيجه لان هو جاب مع ناس كتير قوي نتيجه. تاني واحد وده one of my favorites من قبل حتى ما ابدا اشتري حاجات غاليه، من قبل اي حاجه، وهو باي بوينت. باي بوينت ده من احلى الهير ماسكس اللي انا استخدمتها في حياتي، رغم ان هو فيه نسبه سيليكون، لكن بالنسبه لي ده تحفه تحفه بيرفكت بجد. يعني مش عارفه اقول ايه غير ان انا اديله 10/10. بيسيب الشعر حلو، شكله حلو، مترطب، اول ما بخرج فيه لمعه، كل حاجه. ده مش هتكلم عنه كتير، 10 out of 10. نيجي بقى لاوحش واحد انا جربته في حياتي كلها وانا قلت لكم عليه قبل كده، واعتقد ان ده بسبب اسمها ايه، اعتقد ان ده بسبب الجوز الهند اللي فيه. هو ريحته اصلا عباره عن جوز هند، بس ده برده من بابلز. الهير ماسك بتاعهم مكتوب عليه ان هو بالهاني والشيا باتر ارجان اويل، وفي الانجريدينتس من ورا مكتوب عليه ان هو فيه زيت جوز الهند. ريحته بالنسبه لي جوز هند قوي. انا مش من الناس اللي بتحب ريحه جوز الهند محطوطه كده في كل حاجه، فسيبكم من ريحته، انا ما عنديش اي مشكله مع ريحته لان هو هير ماسك في الاول وفي الاخر هيتغسل وبعد كده هحط الليف ان اللي هيعمل ريحه حلوه. لكن هو بيعمل اي حاجه للشعر؟ لا، ما بيعملش اي حاجه. بيسيب الشعر ناشف، ولا كاني حاطه اي حاجه، بالعكس بيهيشه. بحس ان انا الكيرلز بتاعتي يعني حد معصبها، حد مكهربها، بتعمل كده فجاه مش عارفه ليه. فده اديله الصراحه 0 out of 10، وحش جدا. نيجي بقى على سيكشن 4 وهو الليف انس. الليف انس انا مش هكلمكم طبعا عن دول، انتوا عرفتوا رايي فيهم، نفس رايي في البرودكت ده كليف ان. ده تحفه، ده لا، فخلاص علشان اتكلمنا عنه كتير. نيجي بقى على البلاس برضو، بس اللي هو في علبه كده. هو انا مش هقول لكم ان هو وحش ولا هو حلو، هديله 8 out of 10. هو حلو بالنسبه لي. جيت في الاخر لما ركنته كده شويه عشان استخدم برودكتس ثانيه، جيت في الاخر سبت فيه اخر حبه، بعد كده جيت استخدمها لقيت ريحتهم وحشه قوي، فعلشان كده اديته 8. لكن هل هو ليف ان حلو؟ هو ليف ان حلو، حتى حجمه مناسب اكتر ان انتوا تقدروا لو مسافرين او حاجه ان انتوا تاخدوه معاكم، غير ده لانه ده تقريبا 500 مللي، انا مش متاكده، ده 450 مللي، ده 200 مللي. فده كحجم افضل بالنسبه لكم لو انتوا ناس بتسافروا كتير او انتوا ناس بتحبوا ان انتوا تتنقلوا كتير وفي ليف ان معاكم في الشنطه، مش اللي بتحب الاحجام الصغيره. فده بالنسبه لي كان برده كويس قوي، وبيعمل هولد برده للكيرلز. ولو انتوا حتى شعركم مش كيرلز ونازلين مثلا بي بول او اي حاجه، فحطوه قبل ما تنزلوا، بيحمل شعر كويس قوي. بعد كده نيجي بقى للليف ان اللي انا ممكن اقول فيه اشعار، رغم ان كل البرودكتس بتاعته ما كانتش عجباني، لكن البتاع ده الليف ان من بابلز تحفه تحفه. لا ده يعني بجد 10 out of 10 تحفه. كل حاجه فيه حلوه، ريحته مش طبيعيه. ريحته بحطه عباره عن ان ريحه شعر كده فواكه، ريحته جميله جدا جدا. غير ان هو فعلا بيعمل هولد برده للكيرلز حلوه قوي، مش بينشف الشعر خالص، لان اغلب الليف انس ساعات لما بنحطها بتنشف الشعر شويه، لان هي بتعمل له هولد، بتعمل الكيرلز هولد فبتنشفها شويه. ده لا خالص، تحفه، بيخلي الشعر برده بيلمع. كل حاجه فيه جميله بجد، مش لاقيه اي كلام اقوله غير ان هو جميل جدا. لو عايزين ان انتوا تشتروا ليف ان حلو ومحترم، وسعره ما يعتبرش غالي قوي ولا رخيص قوي، علشان بس اكون صريحه، هو سعره
وسط ميديوم، لكن هو الحجم بتاعه كبير. يعني انا ده بالظبط بقالي معاه سنه وخلص خلاص. هو انا يعني مش عارفه هيبان لكم ولا لا، بس انا واكلاه، انا بقيت بطلعه بالبتاعه دي كده علشان يطلع، فخلاص يعني شويه وهقطع العلبه دي من فوق كمان عشان اطلع اخر حبه. تحفه. اخر برودكت بقى هو مش تبع حاجه من دول قوي، هو الجل ده من بابلز برضو. ده كان من البرودكتس الحلوه برضو من بابلز. هو عباره عن فلاكسيد جل، ثبت الشعر حلوه قوي، مش مضر للشعر لا خالص بصراحه، بستخدمه كتير قوي. انا بس مشكلتي كانت مع الباكجينج ان هو وقع واتكسر بقى بالمنظر ده، لكن في برضو بوينت حلوه قوي للباكجينج ان هو في القطعه البلاستيك دي، فهي حافظه الباكجينج. يعني هو ما بص بسبب الصراحه القطعه دي، لكن بالنسبه لي الصراحه حلو جدا. ريحته بس هي اللي بتضايقني شويه، لكن غير كده لا، هو كجل حلو قوي، بيعمل هولد برضو للكيرلز حلوه قوي، وبيحمي الشعر حلو قوي. انتوا لو نازلين بول او بحر او اي حاجه وعايزين حاجه تحمي شعركم، ممكن تحطوا الاثنين دول على بعض وتلفوا شعركم كده، هيبقى تحفه. دي كانت كل البرودكتس بتاعت الشعر اللي انا استخدمتها وحبيت ان انا اقول لكم عليها في الفيديو ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وفاتكم. لو عجبكم اعملوا لايك، سبسكرايب، اعملوا في الانستجرام بتاعي، وباي باي.